بيحبطوكي كفاية سكوت. اتعلمي ترد بقوة بس من غير ما تتكسري. عمرك حسيتي انك مش كفاية؟ بتحاولي بتطوري من نفسك بس دايما في صوت حواليكي بيقولك انت فاشلة، انت مش قدها، انت عمرك ما هتوصلي. تابعي الفيديو لحد النهاية وانا هقولك تعملي ايه. ما تنسوش لايك وشير ومتابعة للصفحة. انا اسيا عبد الرحمن ودي النضارة السوداء. يلا بينا. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام ونبدأ فيديو النهاردة. الناس دي مش بتتكلم، الناس دي بتكسر فيكي معنويا كل يوم، يمكن بأقرب شكل، يمكن بطريقة توجع. بس السؤال الحقيقي هنا ازاي تفضلي واقفة؟ ازاي تتعاملي معاهم من غير ما تتكسري من جواكي؟ النهاردة هقولك خطة من نار هتساعدك تمشي وسطهم بس محدش يلمسك. افهمي الأول يعني ايه إحباط، يعني ايه حد يحبطك. الناس اللي بيحبطوكي مش دايما كارهينك، احيانا هم خايفين تتقدمي عنهم، شايفين انك بتفكري صح وده بيكسرهم، مكسورين من جواهم فيكسروا اللي حواليهم عشان يحسوا بقيمتهم ويحسوا انهم مش فاشلين. يعني ببساطة الاحباط اللي بيرموه عليكي وبيحاولوا يقنعوكي بيه مش ليكي، ده منهم هم. خليكي مراية ليهم. يعني ايه؟ كل ما حد يجي يقولك انت فاشلة قولي لنفسك ده انعكاسه، هو شايف نفسه فيا، هو اللي فاشل مش انا، ده مش حقي. خلي ردك صامت، ما ترديش ابدا على الناس اللي بتحبطك. الصمت قوة، لما تسكتي هما بيغرقوا في اللي بيقولوه. ودايما اسألي نفسك هل الشخص ده مهم كفاية عشان ازعل منه؟ هل هو ناجح في حياته عشان اتعلم منه؟ يا ريت بلاش تعتمدي على رأي الناس فيكي. الإحباط بيبدأ لما تعتمدي على رأي الناس في حياتك. فكري في كل الناس اللي حواليكي واكتبي أساميهم واسألي نفسك مين بيسندني ومين بيهدني. اللي بيحبطك حطي مسافة بينك وبينه وما تحكيش تفاصيل حياتك معاه. طيب اللي بيسندك قربي منه وخليه حافز ليكي، ده هيطور منك أكتر. اللي بيحبطك تجاهلي كلامه وافتكري انت نجحتي في ايه وخليكي شايفة نجاحك بس هو اللي قدامك. كل ما حد يكسرك بص على نجاحك بس. كل يوم الصبح قولي انا قوية، انا مش ضعيفة. اللي يحبطني ضعيف مش واثق في نفسه. وتجاهلي التعليقات الصغيرة المحبطة اللي بتوجع وخليكي مشغولة بحلمك. في ناس شغلتها في الحياة بس تكسر، بس ربنا خلقك مش عشان تتكسري، خلقك عشان تنوري. واللي مقدركيش هيفضل يتفرج عليكي وانت بتكبري قدامه واحدة واحدة، بس المرة دي مش هتقفي علشانهم. كملي وانجحي، خليكي اكبر من اي حد يكسرك. فيديو النهاردة مش عادي، ده بداية تغيير. لو وصلت لحد هنا يبقى انت بنت قوية فعلا وجواكي تحدي. لو الفيديو لمسك قوليلي في تعليق، انا مش هسمح لحد يحبطني تاني. وعلشان توصلك باقي الفيديوهات اللي هتغير حياتك اعملي لايك وشاركي الفيديو مع كل بنت محتاجة القوة دي. الدال على الخير كفاعله. لو انت على الفيسبوك اعملي متابعة للصفحة، ولو انت على اليوتيوب اعملي اشتراك في القناة وفعلي الجرس وانضمي لفريق النضارة السوداء علشان نكمل الرحلة سوا. ودي النضارة السوداء اللي هتشوفي بيها الحقيقة زي ما هي. وعايزه اقول لكم ورا كل نضاره سودا في كلام كتير لسه متقالش. سلام.